انا عملت برودكت والبرودكت دوت اتباع كويس جدا. فانا في الفيديو النهارده هحكي لك الحدوته behind the scenes للقمر ديت. تاني سنه نعملها وتاني سنه تبيع حلو جدا الحمد لله ما شاء الله الله اكبر. فاحكي لك الحدوته بتاعتها واحكي لك كل حاجه عملتها عشان اعمل البلانر ديت وازاي عملت لها تسويق كويس عشان ابيعها كويس من غير اي اعلانات. هاي، أنا اسمي سارة القاهري وأنا بساعدك إن أنت تكبري البيزنس بتاعك وتزودي المبيعات بتاعتك باستخدام السوشيال ميديا. هتلاقيني موجودة في كل حتة، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، وعندي كمان بودكاست. أنا موجودة في كل حتة. النهاردة هتكلم معاكي على الكيوس بلانر. البلانر ديت أنا عملتها السنة اللي فاتت وعملت لها لونش في نص نوفمبر أعتقد. هتكلم معاكي إزاي أنا بعتها، وهتكلم كمان معاكي إزاي إن أنا كمان لما عملتها السنة دي كانت اكسبيرينس مختلفة خالص عن السنة اللي فاتت. أنا كنت عملت فيديو قبل كده بيتكلم على الاكسبيرينس بتاعتي السنة اللي فاتت لما عملت البلانر بتاعت السنة اللي فاتت وإزاي اتضحك عليا. هقولك بقى دلوقتي الحقيقة أنا بجد إزاي اتضحك عليا، عشان أنا كنت بحاول إن أنا أكون دبلوماسية في الفيديو اللي فات. وهقولك كمان على الحاجات اللي أنا اتفادتها السنة دي علشان تطلع البلانر تحفة 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 كده. يلا بينا، تعالي احكي لك اللي حصل السنه اللي فاتت بجد. زي ما انت عارفه من الفيديو اللي فات ان انا حد عندي في الايجنسي يعرف حد، والحد دوت ابن خالته، وان ابن خالته بيشتغل مع اكبر المطابع في مصر، وان هو ابن خالته دوت هيقدر يساعدني جدا. للناس اللي بتتابعني من بره مصر، في حته في مصر اسمها وسط البلد، ودي تعتبر الحته اللي هي اللي فيها كل حاجه تقريبا، كل المصانع والحاجات، عشان هي كانت فعلا وسط البلد زمان. فهو كان قايل لي ان هو يعرف ابن خالته، وابن خالته دوت اصلا دوت شغله وكان بيشتغل في اكبر مطبعه في مصر. فانا عشان كانت اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده قلت يلا نجرب، وده شكله شخص موثوق فيه، واجان هو كان ابن خالة موظف عندي في الشركه، فكان بالنسبه لي طبعا حد يعني ثقه، مش هيضحك عليا، مش هيعمل اي حاجه. طبعا اللي حصل غير كده تماما، وهحكي لك بقى اللي حصل. اللي حصل ان انا كنت جبت ديزاينر، جرافيك ديزاينر يعمل لي البلانر، والجرافيك ديزاينر زحلقنا واتاخر جدا جدا جدا. فاللي حصل ان انا اخدت منه الاوتلاين ودخلت انا واشتغلت وعملت البلانر. حاجه لازم تبقي عارفاها ان انا مش ديزاينر، وانا مش شاطره في الديزاينز، وما عنديش العين اللي اعرف الرولز بتاعه الديزاين، بس انا ما اعرفش اعمل ديزاينز بنفسي، انا مش شاطره خالص في الحته دي. فده كان بالنسبه لي اصلا مصيبه ان انا اضطريت اعمل حاجه زي كده. والديزاينز لوكينج باك كومبيرد بتاعه السنه دي طبعا كان وحش جدا، بس ده كان بالنسبه لي تحفه جدا السنه اللي فاتت. فاشتغلت على الديزاين وظبطنا الدنيا، وفعلا بعت له البلانر اللي هو البي دي اف كوبي، وهو عمل لها طبعها لي وجابها لي على البيت في مصر. وانا بصيت عليها، وساعتها انا كنت في مصر، انا بصيت عليها وعجبتني وحسيت ان هي حلوه جدا وخطيره جدا، ويلا بينا يا جماعه نطبع. وساعتها هو كان قاعد يقول لي ان انا ممكن اخد وزن ورق اتقل شويه وهيزود في السعر، ممكن ان انا اخلي الكفر يكون اتقل شويه ودوت هيزود في السعر، ممكن ان احنا نعمل علامه جوه البلانر ودوت هيزود في السعر، ولازم ان هي تكون مدعمه من ظهرها ودوت هيزود في السعر. كل حاجه في الدنيا هتزود في السعر. وانا كنت بقول له عشان انا كنت عايزه ان دي تبقى اول بلانر انا هعملها، وكنت عايزاها تطلع ان هي تحسي ان انت ماسكه حاجه غاليه وانت ماسكاها لما تشتريها. ففعلا احنا عملنا كده وانطلقنا، وابتدى ان هو يطبع، ودفعت له اول ديبوزيت وابتدى ان هو يطبع. الغلطه اللي انا برضو اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات ان انا ما كنتش موجوده في مصر لما استلمنا، يعني انا ما عملتش حتى الكواليتي كنترول بنفسي، انا يا دوبك اخدتها وطيارتي كانت اليوم اللي بعده، فما لحقتش ابص عليها. وانا ساعتها كنت عبيطه وفاكره ان خلاص دوت شخص ثقه فمش هيبقى فيه اي مشكله اللي حصل طبعا ان احنا لما جينا بقى وقت ان احنا خلاص بنبيع البلانر، كانت بالنسبه لي صدمه عمري ان البلانر بتتقطع في ايديا. اول ما بفتحها يروح الورقه كل البلانر تقع ويبقى مفيش غير الكفر. فانا لما كلمت الشخص اللي عامل لي الطباعه قعد يقول لي لا، وانتي اللي عملت لها ستورينج غلط، ودوت ما حصلش، وديت احسن كواليتي واحسن 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 واحسن. فاللي حصل ان انا قعدت، كنت طبعا ساعتها 200 واحده، مسكت ال 200 واحده وفتحتهم واحده واحده، وليترلي كنت بمسك البلانر بعمل فيها كده وافتح صفحه صفحه علشان اتاكد ان هي فعلا ينفع تتباع. كنت خايفه جدا ان انا في بلانر اعملها تتباعت لكلاينت وتبقى البلانر فيها غلطه، فيبقى انا شكلي وحش قدام الكلاينت. فده كان بالنسبه لي فوبيا، كنت مرعوبه ان حاجه زي كده تحصل. فانا ليترلي مسكت واحده واحده وظبطتها بنفسي. بعد كده
كنت مش عايزة الموظف اللي عندي في الشركة يحس ان الموضوع ده غلطته، فكنت بحاول ان انا ما افتحش الموضوع معاه، كنت بحاول ان انا ابقى حساسة جدا في الموضوع، ودي طبعا كانت غلطة مني. انا كنت ساعتها حساسة قوي، كنتش عايزة اكسف حد من الاخر، وكنت فاكرة ان انا لو اتكلمت معاه في حاجة زي كده ان انا هبقى بكسفه او ان انا كنت بقول له حاجة. بس المهم الموضوع في الاخر وصل ان الشخص اللي طبع لي الحاجة قال لي ان هو هياخد مني الكراسات البايظة وهيروح يعملها تاني بالغيرة وهيرجعها لنا تاني. وكان في بقى كراسات الصفحات مقطعة وصفحات بالمشقلب وكل الكلام ده. فانا قلت له تمام، وبعت له اوبر بالحاجه ان هو خلاص ياخدها ويعملها. والشخص دوت راح مكلمني زعق فيا ان انا ازاي بعتها باوبر وانا كده بحمل عليه مبلغ كبير، مش كفايه كمان ان هو هيسبوخها لي وهيعملها لي. كانت حوارات طويلة قوي. eventually راح رجعها لي على البيت، مش كلها يعني، رجعهم لي ناقصين، اعتقد كانت ناقصة 50 او 30 واحدة كانوا ناقصين، وقال لي ان هم دول خلاص اتعملوا. لما جيت اراجع على واحدة واحدة علشان ابص عليهم يتعملوا، لقيت ان لا، هو اصلا ما فتحهمش وان هو اخدهم ولا عمل فيهم اي حاجة. والحاجة اللي بتضحك ان الشخص اللي طبع لي الكورسات ده كان عايزني اعمل له اعلان عندي على الصفحة ان الناس تيجي تشتغل معاه، فطبعا ده مستحيل ان هي تحصل، وبعدها راح عمل لي بلوك. المهم ان طبعا انا ساعتها ما كنتش فاهمه اجان ان انا اتضحك عليا، ما كنتش فاهمه كمان ان هو كان مدفعني مبلغ كبير قوي 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 على سعر السوق بالشغل اللي هو عامله دوت، وان هو كان بيضحك عليا، وان هو كان يعني يقولي مثلا literally كان just بيضحك عليا وخلاص. فانا ساعتها اتعلمت ان انا مش هشتغل بالشكل دوت تاني، وان انا ما اعتمدش على حد عندي في الشركه. انا مش معنى ان انتي حد موظف عندك في الشركه وان انتي الشخص دوت بقاله كتير معاكي ان الشخص دوت كمان انتي ممكن تبقي واثقه فيه. انتي مش عارفه الناس، وانا مش بتكلم على الشخص بعينه الموظف اللي عندي في الشركه، بس بتكلم عامه. فما ينفعش ان احنا عامه نثق في الناس، بالذات لو انتي بتعملي بضاعه وان انتي بتصنعي الحاجه بتاعتك. وانا ساعتها بصراحه كنت متضايقه جدا لما حصل كده، كنت حاسه ان انا ازاي يحصل فيا كده، مش عارف. دلوقتي عادي، مش فارقه معايا، انا اصلا مش فاكره نص التفاصيل اللي حصلت. I don't remember and it's fine يعني، خلاص هو عالم البيزنس كده وبيحصل لنا كلنا حاجات كده. السنه دي بقى لما جيت اعمل البلانر، اشتغلت مع ديزاينر انضف in terms of experience in terms of التايم لاين كل دوت، وظبطت حاجات كتيره قوي بنفسي. تاني حاجه كمان عملتها ان انا خليتها سلك، فبدل ما يبقى فيه هنا جلو تبقى سلك علشان ما يحصليش المشكلة اللي حصلت قبل كده. الحاجة الثالثة ان انا لما جيت اصنعها السنة دي اشتغلت مع المطبعة بنفسي، ما خليتش يكون في ميدل مان في النص. ما قلت لنفسي انتي ما عندكيش خبرة في الموضوع، بس هتشوفي الحاجة بنفسك. I made sure ان انا استلم بنفسي، ان انا ابقى في مصر موجودة في الاستلام، وان انا ابقى موجودة بنفسي في استلام كمان السامبل. فدوت خلى ان انا لما جيت طبعتها وبصيت على الحاجه قدرت ان انا امسكها بايدي واشوفها وتبقى كويسه. حاجه كمان برضو، الشخص اللي انا اشتغلت معاه، انا سالت الناس اللي حواليا، ودي كانت حاجه انا ما عملتهاش مش الناس اللي حواليا في حياتي الشخصيه، ولقيت ان انا خالتي تعرف حد، جدي الله يرحمه عنده الشركه بتاعته وكان بيتعامل مع المطبعه ديت. فلما كلمتهم فعلا اشتغلنا مع بعض، ما تاخروش عليا خالص، سلموا الحاجه في ميعادها، ادوني الحاجه خطيره، اداني سعر احلى سعر كان موجود في السوق. عشان انا كلمت كمان كذا مطبعه، لو انتي متابعاني على انستجرام هتلاقي ان انا كنت بشتكي ان انا قعدت ادور على مطابع كتير 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 عشان اقدر ان انا اجيب المطبعه الصح، اقدر ان انا اشتغل معاها. فكل دوت خلاني ان انا لازم تبقي انتي بتدوري على الحاجه بنفسك وتعملي الحاجه بنفسك. المطبعه ديت موجوده في مدينه نصر، وهسيب لك كمان نمره التليفون بتاعهم تحت في الديسكريبشن، تقدري انت لو عايزه تطبعي اي حاجه. بصراحه هم فظاع فظاع فظاع. الحاجه التانية كمان اللي انا عملتها السنه دي مع البلانر هي ان انا اخدت بالي من الاستخدام بتاعها اكتر. السنة اللي فاتت أنا كنت مركزة قوي إن البلانر يكون فيها أفكار للمحتوى، ويكون فيها مش عارفة إيه، اللي هو أفكار 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 أفكار. فهي كانت بشكل ما كتاب أكتر ما إن هي كانت بلانر. السنة دي أنا لما جيت أعملها I made sure إن هي تكون بلانر تقدري من خلالها إن أنت فعلا تنظمي المحتوى بتاعك، بلانر تقدري أنت تظبطي بيها مصاريفك، بلانر تقدري إن أنت تظبطي يومك هيبقى عامل إزاي. وأنا شخصيا كمان بستخدمها، بصراحة بالنسبة لي هي مفيدة جدا. فأنت عايزة إن أنت لما تيجي تعملي منتج، يبقى المنتج دوت بالنسبة للعميل بتاعك اللي هو فعلا هيستخدمها تبقى حاجة مفيدة جدا بالنسبة له. وديت بوينت هنتكلم فيها قدام لما نيجي نخش نتكلم على التسويق، ان انت عايزه المنتج بتاعك عشان تسوقي له ويبيع حلو، لازم المنتج نفسه يبقى كمان حلو جدا. طبعا كل سنه بعمل فيها البلانر بيجيلي فيدباك اكتر. يعني في بنت بعتت لنا قالت لنا ان هي حاسه ان هي برضو مفيش مكان
كفايه تكتب فيه كل حاجاتها وكل افكارها. فاحنا السنه الجايه ان شاء الله لما نيجي نعملها برضو هنعمل سبيس اكتر وهنكبرها. انا بس كنت قلقانه ان هي يكون فيها ورق كتير قوي عشان هي اوريدي اعتقد هي كام، اعتقد هي 100 وحاجه صفحه، اعتقد انا مش فاكره هي كام صفحه، بس انا كنت حاساها كبيره وانا عايزاها برضو تبقى حاجه تحطيها في شنطتك كده معاكي على طول. فبيس على ده هنشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل حاجه زي كده عشان اجان لما تيجي تستخدميها تبقى بالنسبه لك مفيده جدا وتقدري ان انت فعلا تستخدميها صح في يومك العادي كبزنس اونر. تعالي بقى نخش في الجزء الساخن جدا اللي انت بروبلي جايه عشانه، هو الماركتينج. ازاي انا عملت ماركتينج للبلانر ديت؟ حاجه انا عملتها السنه دي ما عملتهاش من قبل، هي ان انا صورت الحاجه بنفسي. فانا البلانر لما عملتها انا صورت البلانر ديت بنفسي، صورتها بايديا ديت. وابتديت كمان بعد لما انا صورت البلانر بنفسي ان انا اعمل الكونتنت ريليتابل. يعني ايه بقى الكلام الساخن الجميل دوت؟ يعني انا عارفه ان انا معايا منتج الناس عايزاه، المنتج دوت بيغطي احتياج عند الفئه المستهدفه اللي هي اوريدي عندي على الصفحه، وبتخليهم عايزين ان هم يشتروا المنتج دول لوحدهم عشان دوت منتج حلو ومش موجود اصلا في السوق على طول. فالمنتج ده عشان انا عايزه الكاستمر بتاعي يشتروه، هبتدي ان انا اسوق ليه للكاستمر بتاعي الصح، وابتدي ان انا بس هوري المنتج صح. فانا عملت ايه؟ انا صورت البرودكت، صورت البلانر من جوه، وريتك انت ككاستمر البلانر ديت من جوه شكلها عامل ازاي، وازاي ان انت فعلا دي حاجه انت محتاجاها وعايزه ان انت تستخدميها في يومك الطبيعي. فهنا انا خلقت قيمه للمنتج دوت ان دي حاجه تستخدميها على طول. حاجه بقى كمان انا عملتها ممكن ما تخطرش على بال ناس كتيره، ان انا بصيت وشفت مين هي الفئه المستهدفه اللي عندي على الصفحه وعملت لهم منتج ليهم. ودوت عامه جزء كبير جدا من ليه البلانر اصلا اتباعت، ان الحاجه ديت للناس اللي عندي اوريدي. يعني ما جيتش فجأة ورحت بعت اكسسوارات، ولا جيت فجأة ورحت بعت ميك اب مثلا. ببيع حاجة الناس اللي عندي عارفيني أنا بيها وعارفين إن أنا اكسبرت فيها، وابتدوا إن هم يثقوا فيا فيها، فأقدر إن أنا أبيعها بشكل سهل مش بخاطر بحاجة بعيدة عني. الحاجة التانية كمان إن أنا عملت لانش في وقت صح. انا اوريجينلي كنت عايزه اعملها في اكتوبر، بس انا ما كنتش عارفه ان انا ابقى انزل مصر في اكتوبر، فروحت عملتها في نوفمبر. ودوت كان وقت كويس عشان احنا لما بتيجي تبيعي حاجه الناس هتستخدمها للسنه الجديده، ديسمبر يعتبر هو البيك بتاعها. بس كمان قبل ديسمبر انت عندك نوفمبر واكتوبر، ديت الوقت اللي انت المفروض بتعملي فيها لانش عشان الناس تبقى فاهمه ان انت عندك البرودكت ده، فلما يجوا يبقوا عايزين ان هم يشتروه في ديسمبر يشتروه. واخر حاجه انا عملتها ودي كانت بالنسبه لي مهمه قوي، البرودكت دوت ليه فوائد كتيرة قوي بالنسبة للعميلة بتاعتي. وأجان على طول احنا بنسأل نفسنا في التسويق، أنا المنتج بتاعي ايه هو الرغبة اللي هو بيغطيها عند العميل أو المشكلة اللي هو بيغطيها عند العميل. المنتج بتاعي اللي هو البلانر ديت بتغطي عند العميلة المشكلة بتاعة المصاريف بتاعتها، مشكلة التصنيع بتاعتها، مشكلة المحتوى بتاعها. دي 3 المشاكل اللي هي بتتحللك انت كعميلة لما يكون عندك المشكلة دي، تقدري انت تنظمي المحتوى بتاعك بالمصاريف بتاعتك بكل الكلام دوت من خلال البلانر بتاعتك. فانت لما تبقي جاية عندك المشكلة دي أصلا، ودي مشكلة very common عند أي حد عنده بزنس، بالذات لو هي لسه بزنس اونر صغيرة، هتبقى ديت البلانر اللي هتحقق لك الكلام دوت. فهو دوت اللي أنا أقصده، ان انت هتعملي هايلايت للمشكله اللي عند العميل وبتقولي لها ازاي ان انت المنتج بتاعك بيحل المشكله ديت، وهو يلا تعالي اشتري المنتج ده، فالناس بتخش تشتريه على طول. وانا ما عملتش كونتنت كتير عن البلانر، يعني انا ابتديت ازقها فعلا بشكل قوي لمده اسبوعين في ديسمبر. في نوفمبر عملت عليها اعتقد 5 بوست اوت اوف ال30 اللي احنا كنا عاملينهم، بس اجان علشان هي البوست بتاعي بيوصل للناس الصح، الناس ابتدت ان هي تشتري. common misconception ناس كتير جدا بتتخيل ان انت كل ما البوست بتاعك يطلع لعدد اكبر من الناس ان انت كل ما انت هتبيعي، ودوت مش حقيقه. انا اكتر بوست عندي على الصفحه بتاعتي بتبيع هي البوست اللي بتوصل لعدد محدد من الناس، وتبقى هي دي بالظبط الناس اللي هتشتري. on average البوست اللي بيوصل من 5000 ل 10000 11000 هو دوت اللي بيجيب لك من 50 ل 30 اوردر، فده كده بيبقى كويس جدا. فانتي مش بتبقي محتاجه ان انتي تنزلي كتير قوي على المنتج، بس بتبقي محتاجه ان انتي الكاستمر بتاعك تبقى فاهمه ايه هي القيمه اللي في المنتج اللي انتي بتبيعيه. حاجه تانية كمان لازم تبقي عارفاها، ان انا لما باجي ابيع حاجه انا مش ببيعها بان انا بنزل بوست واحد عنها وخلاص. انا فعلا مش بروج للحاجه الا من بوست واحد، بس حوالين البوست دوت في كده ايه كذا بوست تانيين بيدوا سبورت وزقه للبوست اللي في النص ده،
عشان نقدر ان احنا نبيع البوست اللي في النص دوت كويس. ودوت بيرجع تاني للاستراتيجية بتاعت المحتوى اللي انا حطاها للصفحة بتاعتي والكلاينتس بتوعي. انا هسيب لك تحت اللينك علشان تشتري بلانر لو هي لسه افيلبل. انا بصراحة مش عارفة في الوقت اللي احنا هننزل الفيديو دوت هتبقى افيلبل ولا لا، بس لو هي لسه افيلبل ممكن انت تشتريها من تحت. لو هي مش افيلبل ممكن انت تشتري الPDF فيرجن بتاعتها مش النسخة المطبوعة. شكرا ان انت جاية معايا سنة جديدة، وان احنا مكملين مع بعض سنة جديدة. وانا مبسوطة ان انت موجودة عندي على اليوتيوب شانل بتاعتي وبتشوفي الفيديوز بتاعتي، وانا بجد اليوتيوب ده بالنسبة لي كده جوه قلبي. هشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي الاسبوع الجاي. ما تنسيش ان انا عاملة الفري كورس اللي انا عاملاه، هتلاقي التفاصيل بتاعته كلها في الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات. Have a great day.